الملك صلاح يفعل المستحيل والمستحيل لم يكن كافيا. إيفرتون يتعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، مباراة شهدت ظلم تحكيمي واضح. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة واعمل لي لايك ويلا بينا. ايفرتون يتعادل مع ليفربول بنتيجة 2-2 على أرضها وسط جمهورها. لا مثيل للبريم ليج، الدوري الأجمل والأمتع. ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن أقرب منافس ليه وهو الأرسنال. مباراة كانت عبارة عن حلبة مصارعة. مايكل إليفر حكم المباراة هو السبب الرئيسي في تعادل ايفرتون، لأنه كان حاسب وقت بدل ضايع 5 دقايق خلاهم 7. وكمان صلاح كان ليه ضربة حرة مباشرة بعد ما بهدل لعيبة ايفرتون وما حسبهاش. فان دايك وابراهيم كوناتي أسوأ مباراة ليهم مع ليفربول هذا الموسم. الجون الأول لإيفرتون اللاعب بتمريرة واحدة ضرب دفاع ليفربول. وطول المباراة مهزوزين وما لعبوش النهارده، ولويس دياز كان زفت بيحرجم على كل الكورة ومش لاقيها. حتى خاكوب اللي كنت بمدح فيه ما جاش النهارده، بس ممكن ده يكون بسبب سلوت اللي لعبه في مركز مختلف وهو بيلعب هجوم صريح. وصوب سلاي مش قادر يباص الكورة، بيلعبها بحنية، باصة كذا كورة واتقطعت وكان هتسبب في إصابة برادلي. وبغض النظر عن تسديدته الحلوة اللي في المباراة كانت عنيفة من الطرفين أكتر ما كانت فنية. جول التعادل جه من عرضية في غاية الجمال من صلاح وسجلها ماكليستر، اللي أنا بشوفه من أحسن لعيبة ليفربول بعد صلاح. لعيب بيعرف يعمل كل شيء في المباراة، وبطمن لما بيكون موجود في المباراة وبنقول بنفوز. لاعب موهوب وبيتحرك في كل مكان ولمسته حلوة للكورة. ايفرتون النهارده كان عامل مباراة كبيرة، ما تقولش انه بيلعب على النهائي. خسر الليفر نقطتين، وعبد الله دكوري ضيع هدف مؤكد في بداية الشوط الثاني. مباراة عبارة عن ضرب وإثارة ومتعة، وكانت مشتعلة ما بين الفريقين وكأنه في تار بايت ما بينهم. شاهدت انذارات كتير لدرجة ان حصلت مشكلة في اخر المباراة واضطرت سلوت وجونز ودكوري. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74، اكتر واحد زعلت عليه في المباراة لانه عمل كل شيء وضيع اللعيبه مجهوده. لاعب يحلق باحلامه يجعل المستحيل واقع. ماذا نفعل بعد رحيلك يا ابو صلاح؟ لا يوجد لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي ساهم باهداف خارج ملعبه اكثر من صلاح. 22 مساهمه تهديفيه و13 هدف و9 تمريرات حاسمه. محمد صلاح كمان يكسر الرقم القياسي في صناعه الاهداف خلال موسم ليه في البريم ليج. موسم 2021 22 عمل 13 اسيست، وفي هذا الموسم موسم 2025 عمل 14 اسيست. وكمان محمد صلاح كابوس لايفرتون مسجل فيهم 9 اهداف. صلاح في جميع المسابقات هذا الموسم 38 مباراة ب 48 مساهمة و29 هدف و19 اسيست. ليفربول لو كسب الدوري هذا الموسم اعوذ بالله من كلمة لو، هيكون الفضل الاكبر لمحمد صلاح. وتأكد محمد صلاح لو فايق ليفربول كلها بتكون فايقة، ولولا الحكم ليفربول كان فاز. والحكم النهارده لم يستطيع التحكم في المباراة، طرد اسلوت وسبايك احد المساعدين لاسلوت. حتى فان دايك قال كنا بنلعب في وقت اضافي اكتر بكتير من المقدر، وكان للحكم تأثير كبير في المباراة اليوم ولم يسيطر على المباراة. وقلت له ذلك في آخر المباراة. عندما يرحل محمد صلاح ليفربول سيعاني لسنوات حتى يجد البديل ليعوض القليل من محمد صلاح. تعال يا صديقي نشوف الأهداف والفرص الضائعة. بص خط وسط ودفاع ليفربول النهاردة كان عامل ازاي، باللمسة واحدة والتانية وتلاقي نفسك عند الجول. بص الهدف الأول جه ازاي، رقابة غلط من كوناتين، المفروض يكون خلف المهاجم مش قدامه. باصة حلوة ضرب الدفاع وسجل عبد الله الهدف. مدافع بحجم كوناتيه متمركز غلط. تعال نشوف الهدف الاول لليفربول. صلاح باص الكرة لماكليستر، وماكليستر باصاها لكوناتيه، ويلعبها ابراهيم كوناتيه لصلاح، ومحمد يعمل عرضية في غاية الجمال زي ما عودنا، ويجي اقصر لاعب في المباراة ماكليستر ويسجلها برأسية. اللي عاجبني في ماكليستر انه بيتحرك حلو، لسه كان مباص الكورة لابراهيم، واول ما كوناتيه باصاها لصلاح خد مكانه كويس وسجل الهدف. شايفين فرصة دياز الضيعة؟ سوبوسلاي اول مرة يشوط كورة حلوة في المباراة ويصدها الحارس وتتهيأ لدياز، ولكن ما كانش فايق وضيع الكورة بغرابة شديدة. الهدف الثاني لصلاح، دياز يعرض كورة والدفاع يخرجها وتيجي لماكليستر ويديها لنونيز، ونونيز يبصيها لماكليستر ويشوت، وتيجي لصلاح ويسجل الهدف الثاني. شوف صلاح كده بيشوت كرة حكاية، لولا الحارس لكانت هدف عالمي. وبص كمان صلاح كان بيعمل ايه في لعيبة ايفرتون. والله انت بتتفرج على صلاح في قمة الفخر. بص لاعب مصر بيعمل ايه، بيقطع في اللعيبة، والحكم الظالم ما حسبهاش ضربة حرة. بص دي مش ضربة حرة. شوف يا اخي انفعال صلاح والله من حقه، والمفروض الحكم انه يصفر لان المباراة خلصت، لكن لا، ده خلى الوقت الاضافي بدل ما 5 خلاه 7 دقايق عشان يجي هدف التعادل لايفرتون في اخر الدقيقة. بص يا اخي الواد بتاع ايفرتون شاتها بغل، وتنتهي المباراة الأغرب تحكيميا بالتعادل 2-2. وبعد المباراة قامت الخناقة، وجونز عمل الواجب ونزل ضرب في لعيبة ايفرتون، راح الحكم طرده هو وسلوت والمساعد بتاعه، وكمان عبد الله دكور اللي كان بيستفز جمهور ليفربول. وما ننساش الليفر في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الأرسنال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.